شعرك خفيف وما بيطولش، بهتان ومفيهوش لمعة، بيتساقط وعايزة تعالجي كل ده، يبقى الفيديو ده لازم تشوفيه. خشن ومجعد ومش عارفة تتعاملي معاه، يبقى لازم تكملي معايا الفيديو للآخر عشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. يلا بينا حبيبي، نسمي الله ونصلي على الرسول، نشوف هنعمل مع بعض ايه. هعمل معاكم النهارده وصفة لتتقيل الشعر وتنعيم كمان الشعر، وصفة بتدي لمعة حلوة جدا جدا للشعر، بتقضي على الهيشان والتقصف والبهتان. طبعا كل ده في حمام الكريم اللي هنعمله مع بعض النهارده. هحتاج موزتين يكونوا زي ما انت شايفه كده، يكونوا مستويين. وانا هنا عامله معلقه كبيره من الكركديه، طبعا كلنا عارفين اعشاب الكركديه. خدت معلقه كبيره على كوبايه من الميه، وخليتهم يغلوا كويس على النار، وبعد كده صفيتها وحطيتها في كوبايه زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام. انا هجيب الكبه بتاعتي وهاخد الموز مع نص مقدار الكركديه، ونطحنه كويس جدا جدا في الكبه، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. كملي معايا الفيديو للاخر حبيبتي، عشان خاطر وصفه حلوه جدا جدا النهارده، هترجعي تشكريني عليها. محدش عملها خالص على اليوتيوب، هتعجبك ان شاء الله. هتنعم شعرك، هتطري شعرك جدا، هتديكي لمعه وغذاء لشعرك، هتطول كمان شعرك. الوصفه النهارده حلوه جدا جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد الموز ايه للشعر، كمان فوائد الكركديه، ولسه هنكمل بقيه الاضافات بتاعتنا. كده انا قطعت الموزه بتاعتي في الكبه، هحط نص مقدار بس الكركديه بتاعي، وبعد كده هفرمهم في الكبة كويس جدا، ونرجع نكمل مع بعض بقية الوصفة. خلاص كده حبايبي، انا ضربتها زي ما احنا شايفين مع بعض، شايفين نعمت كويس جدا. بس مش هينفع نعملها كده، لازم نصفيها كويس جدا، عشان لو في باقي من الموز ولا حاجة، عشان ما يمسكش في شعرنا. فانا هجيب البولة بتاعتي والصفاية وهصفيها كويس جدا. كده حبيبي هتتصفى معاكي بكل سهولة، مفيش منها اي مشاكل. هنصفيها كده مع بعض. كده حبايبي، انا عايزاكي تجربي الوصفه دي وتحفظي الفيديو عندك، عشان هترجعي على طول تقولي لي رايك فيها ايه، باذن الله هتعجبك جدا جدا. كمان من ميزه الوصفه بتاعتي النهارده انها بتبان من اول مره، يعني مش هتحتاجي انك تعمليها مرتين او ثلاثه انها تبين في شعرك. لا، النهارده ان شاء الله من اول مره الوصفه بتاعتي هتديكي نتيجه حلوه جدا باذن الله. كده حبايب قلبي خلاص صفيناه مع بعض، شايفين القوام بقى عامل ازاي، حلو جدا طبعا. آه هنجيب بقى الحلة بتاعتنا اللي هنحطها على البوتاجاز، ونبتدي نحط فيها اللي احنا صفيناه ده مع بعض. كده حبايب قلبي زي ما احنا شايفين، هبتدي بقى احط النص اللي باقي من الكركديه اللي احنا سايبينه من اول الفيديو، هكمل بيه المكونات بتاعتنا. هحتاج احط هنا معلقه من النشا تكون ممسوحه، ما تكونش مليانه، لان انا مش عايزه القوام تقيل، انا عايزاه خفيف. هتشوفي القوام مع بعض دلوقتي، وبعد كده هتعمليه بعينيكي انت تبقي عارفه. هنقلب طبعا النشا كويس مع المكونات بتاعتنا، وبعد كده هبتدي ارفعه على النار، وخليك جنبه لحد ما يتقل حاجات بسيطة جدا. انا هوريكي القوام دلوقتي عشان تبقي عارفة تعمليه ازاي. نقلبه كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات او اي كلاكيع من النشا اللي احنا حاطينها. رفعتها على البوتاجاز حبايبي، خلاص انا نزلتها. شايفين القوام عامل ازاي، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، هتلاقيه زي قوام حمام الكريم اللي انت بتشتريه من بره. بس طبعا ده هيبقى افضل واحسن، وهيبقى غذاء لشعرك. بالعكس ده هيغذي شعرك كمان، غير المنتجات اللي انت هتشتريها من بره. ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. طبعا هو لسه لما يبرد هيتقل لسه كمان شويه، مش هيفضل خفيف قوي كده زي ما انت شايفه، لا لسه هيتقل شويه. بس انا ايه، ظابطه القوام بتاعه، عشان خاطر انا عارفه ان هو بعد كده هيتقل معايا. كده حبايبي شايفين قوام حلو جدا، بسم الله ما شاء الله، هيتوزع حلو قوي على شعرك. هبتدي دلوقتي كمان احط معلقه من زيت جوز الهند. طبعا كلنا عارفين زيت جوز الهند للترطيب في الشعر حلو قوي، ملوش حل لترطيب الشعر. فانت لو متاح عندك زيت جوز الهند هتحطي معلقه، لو مش متاح ممكن تحطي معلقه من زيت الزيتون. وبرده لو ما عندكيش زيت زيتون ممكن تحطي اي زيت متاح عندك شعرك بيحب. ده حبايب قلبي زيت جوز الهند اللي انا هستخدمه النهارده. طبعا اهم حاجه لازم تكوني جايبه زيوت انت ضامنه مصدرها ايه، زيوت تكون اصليه، عشان يغذي شعرك كويس جدا. هحط معلقه تكون كبيره
معلقة واحدة بس، ما تزوديش. ونقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما الزيت يختفي تماما. ضروري جدا حبيبتي تسمعي طريقة الاستخدام عشان خاطر تنجح الوصفة معاكي وترجعي تشكريني عليها. طبعا تقلبي كويس جدا لحد ما تحسي ان الزيت اختفى تماما من قدامك. النهارده عملنا حمام كريم بديل حمامات كريم بتتباع باهظة الثمن، والنتيجة افضل واحسن، وانت هتشوفي بعينك لما تجربي ان شاء الله حمام الكريم، وهترجعي تقولي لي رأيك فيه ايه. كمان النتيجة هتبان لك من اول مرة، ترطيب ونعومة ولمعة غير طبيعية للشعر، كمان هيغذي شعرك. من الموز من الحاجات الحلوة جدا مرطبة للشعر، كمان النشا من الحاجات الحلوة جدا اللي بترطب الشعر مع الموز. وكمان الكركديه طبعا ده معجزة ربانية مع بقية المكونات. النهاردة ان شاء الله عملنا حمام كريم بإذن الله، يعني محدش عمل على اليوتيوب كله، هتشوف النتيجة قدام عينك من أول مرة. كده خلاص حبايبي، شايفين قوامه بقى عامل ازاي؟ خلاص الزيت اختفى تماما. هنبتدي بقى نجيب برطمان يكون عندك فاضي، ولو حابة تحطيه كده زي ما هو وتستخدميه مرة واحدة استخدميه، بس أنا شايفة الكمية هتبقى كبيرة هتفيد منك، فأنا هجيب برطمان يكون متعقم كويس جدا ونضيف وأحطه في قلبي الوصفة بتاعتنا. كده حبايبي ضروري جدا يكون البرطمان بتاعك نضيف عشان طبعا يحفظ لك الوصفة من ما تبصي منك. طبعا مدة صلاحية حمام الكريم بتاعنا هيكون اسبوع او 15 يوم بالكتير قوي. بعد كده جددي الوصفة واعمليها تاني وهتفضل معاكي ان شاء الله، وكل ما تخلص معاكي جدديها. بس نصيحة مني، جددي الوصفة كل شهر. يعني لو استخدمتي الوصفة بتاعتي دي النهاردة مرة كل اسبوع، عملتيها 4 مرات في الشهر، خلاص اركنيها، جددي بقى حاجة تانية واعملي روتين تاني جديد لشعرك، عشان خاطر شعرك يفضل بحيويته، بيفضل صحي، يفضل فيه لمعة. لان لما الشعر بيمشي على روتين معين فترة طويلة خلاص ما بيبقاش يدي التأثير اللي بتشوفيه من اول مرة. تمام. يبقى احنا كده فضيناه ببرطمان حبيبتي، تحفظيه في التلاجة لمدة 15 يوم، وبعد كده جددي الوصفة. اقول لك بقى طريقة الاستخدام. هتدخلي تاخدي الشاور بتاعك، وبعد كده بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو تنشفي شعرك وتحطي حمام الكريم على شعرك، سيبيه لمدة ساعة ونص، وبعد كده حبيبة قلبي ادخلي اشطفي شعرك تاني. هتلاقي بقى النعومة والطراوة والترطيب عالي جدا. على فكرة حمام الكريم ريحته حلوة جدا جدا من زيت جوز الهند ومن الموز. يعني الريحة النهاردة عامل لك حمام كريم يخلي ريحة شعرك معطرة، فيها ريحة حلوة جدا. خلص الفيديو بتاعي يا حبايبي، اتمنى يكون عجبكم. لو انت بقى لسه مكمله معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله، واعملي شير لاصحابك عشان الكل يستفاد. ما تنسيش حبيبتي بقى اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو يترفع وغيرك يستفاد. دمتم سالمين، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.